السلام عليكم متتبعي بغراسك. واحد العادات اللي انت كديرهم يوميا بلا ما تحس، وهاد العادات كيضروا بالجسم ديالك ويقدروا يديوك للتهلكه. فشنو هما؟ بزاف د الدراري منكم، بزاف د الرجال منكم يوميا كيمشي للقهوه، كيبغي يتكونسونطرا اولا كيتفرج في شي ماتش اولا عنده شي خدمه في البيسي. فشنو كيدير؟ كيكونسومي نص 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 نص، واللي هي قهوه وحليب. وهنا خاصك تعرف ان القهوه والحليب فيهم واحد الماده ما كيتلاقاوش. دونك انت فاش كتشربها يوميا فراه الكلو ديالك كتلقى واحد الصعوبه اللي كبيره باش تصفي ديك القهوه. مثلا فاش كتشرب الماء فشنو كيصفي؟ كتصفيه الكلوه بطبيعه الحال. وهنا فاش كتشرب القهوه مخلطه مع الحليب فالكلوه ديالك كتلقى واحد الصعوبه وكدير واحد الخدمه اكثر من الخدمه ديالها، اكثر من القوه ديالها باش تصفي داك الحليب والقهوه. دونك داك الحليب والقهوه هما اصلا ما كيقدروش، فهمتي، ما كيقدروش يتفرزوا. دونك هنا ما كيقدروش زعما ما كيتخلطوش. هنا كتلقى الكلوه ديالك واحد الصعوبه كيفاش هي غادي تفرق ما بين القهوه والحليب. وزياده على ذلك كتزاد نسبه الاستهلاك ديال البوتاسيوم، وهذا الشيء كيعرض الكلوه ديالك للخطر. ومده الا كنتي مدمن وكتمشي وكتشربها كل نهار في القهوه فراه غيجي واحد النهار الكلوه ديالك غادي تسكت من الخدمه. ثاني حاجه واللي هي واحد الحاجه اللي خطيره وبزاف منكم حتى هو كيظن انه داير ريجيم اولا شي حاجه، واللي هي السكر. غير باش تعرف هالكميه ديال السكر اللي كتظن انت انك كتاكل في النهار اولا كتشرب، ولكن هالكميه ديال السكر اللي انت في الحقيقه كتشرب اولا كتاكل. دونك كتظن في النهار ديالك انك مثلا الطوبه ديال السكر اللي الجسم ديالك غيحتاجها كتشربها انت في النهار كامل، يعني هذه ما كتفوتاش في النهار. ولكن في الحقيقه انك راه ملي غير كتفيق في الصباح كتبدا بالسكر اللي تيكون في اتاي واحد جوج طوبات. عادش ما دووش على النهار ديالك شنو كيدوز فيه. مثلا الا مشيتي للقهوه فحتى هي كيكون فيها السكر. المشروبات الغازيه مثلا خديتي شي بيمو حتى هو تيكون فيه غني بالسكر. اي حاجه فيها السكر، فهمتي. دونك انت كتظن انك ما كتستهلكش السكر بزاف، ولكن في الحقيقه انت راك كتستهلك السكر اكثر من القياس اللي الجسم ديالك محتاج ليه اصلا. وهذا الشيء مع الوقت غادي يؤدي بك للتهلكه وغادي تصاب بمرض السكر، وديك الساعه شوف حل. والسكر عنده بزاف ديال الاضرار للجسم ديالنا، راه هو اللي كيبينك خايب، كيخلي التركيز ديالك ينقص وكيرجعك كسول. كنا عارفين ان السكر واحد الحاجه اللي مهمه للجسم، واحد الحاجه اللي مهمه للجسم. متفق معك. وحنا كنعرفوا باللي كاين السكر اللي غادي يفيد الجسم ديالك في واحد الحوايج اللي اخرين اللي مفيدين، بحال السكر اللي خلق الله سبحانه وتعالى اللي كاين في الفواكه. دونك نتايا ما كتستهلكش داك السكر ديال الفواكه، انت كتستهلك السكر اللي اصطناعي، السكر اللي كاين في المشروبات الغازيه اللي كيديروه لك في القهوه في ديك الخنيشه اللي هاد الطوبات هادو. دونك هنايا ثيق بيا راه واحد الحاجه اللي خياليه، راه يعني هادشي نتوما راه ما كيشرحوش ليكم. ثالث حاجه واللي هي غير الماكله معروفه على العرب انهم تياكلوا بزاف هالشوا هكذا. ما كاينه لا شلاضه، ما كاينه لا ماكله صحيه لا حتى شي حاجه. المهم نضرب ونشبع صافي. الصحه ديالي ما عنديش دور فيها، فهمتي. انا واحد الصديق ديالي ثيق بيا كندير واحد البروغرام اللي زوين. واحد الصديق ديالي اللي مهتم بالصحه ديالو دير بروغرام زوين، تياكل غير الماكله الصحيه ما امكن، كيدير لونطريمون وكذا. واحد النهار مشى دوز عند طبيب قال لي عندك المعده فيها ميكروب. تخيل معايا هذا غير مهلك الصحه ديالو. دونك انت بلا ما ندويو عليك الديدان الى اخره. دونك الا بغيتي تبان واحد الانسان اللي زوين، بغيتي تكون ملي تفيق في الصباح ناشط، فهمتي، اليوم ديالك تستهلكو كامل. راه داك الشيء كيبدا من المعده، داك الشيء اللي لداخل كيبان برا. دونك غادي نعطيك واحد المشروب اللي حاول في الفطور ما تبقاش تفطر. ودابا خصوصا جاي رمضان فكنعرفوا ان الصيام مفيد للجسم ديالنا، كيحيد منه السموم، كينقي المعده. دونك حاول ما امكن في هذا رمضان هذا ملي تصوم في الفطور ماشي تضرب ليا البيتزا وكذا كل داكشي ولكن حاول ما تكثرش منه باش تبدا تنقص من السموم من الجسم ديالك في ديك المده ديال رمضان اللي هي شهر. هذا العصير هذا اللي غنوريك دابا حاول واحد السيمانه ما تبقاش تفطر. نوض شربو على الريق وخليه يدير المفعول ديالو. هذا العصير هذا كيتكون من كل شيء اللي طبيعي 100%. اول مكون معنا واللي هو الكركم كيف ما كتشوف معايا، والربيع، الخيار والحامض. هادو غادي تشدهم، غادي تطحنهم، تقدر تزيد عليهم شي بودور اللي صحيه. غادي تشدهم اللي كيتباع هاد العطار بطبيعه الحال، غادي تشدهم، غادي تطحنهم مع بعضياتهم، غادي تزيد عليهم واحد شويه د الماء غيولي عصير خضر. هاد العصير هذا شربو في الصباح على الريق بلا فطور، غادي ينقي لك المعده ديالك والمصارم ديالك من جميع دوك الميكروبات والسموم اللي فيهم. ما نساوش ان الرياضه حتى هي مهمه باش تخرج السموم من الجسم ديالك. تخيل معايا واحد الانسان اللي يوميا تيمشي للقهوه تيجلس
ما تيعرقش، فهمت؟ ما تيعرقش اولا غير كيبقى ساد عليه في الدار. فراه الجسم ديالك ما كيبغيش يخرج، ما كيقدش يخرج دوك السموم اللي فيه. راه حنا كنعرفوا ان السموم من الجسم كيخرجوا على شكل عرق اولا كذا، فضروري خاصك تدخل لاصال، حاول دير الكارديو باش تخرج كاع داك العرق اللي فيه. العاده الاخرى واللي هي العاده السريه. هاد العاده هذه انا غنقول لك واحد الحاجه ومستحيل تقول لي لا ما كتوقعش ليك. هاد الحاجه هذه واللي هي مشاهده الافلام الاباحيه. ولكن شنو كيجرى لك نتايا ملي كتشاهد ديك الفيلم؟ كتبقى واحد السيمانه، واخا انت راه شاهدتي غير فيلم واحد ودرتي ديك العاده، كتبقى واحد السيمانه عقلك مشتت غير مع داك المشهد اللي شتي. تركيز دماغ كامل كيبقى مركز غير مع داك المشهد اللي شتي. وهذه واحد الحاجه غيلاحظوها بزاف د الدراري منكم. ما يمكنش تقول لي لا، راه في العقل الداخل، العقل الباطن كاين ديك المشهد في راسك ما كيبغيش يحيد. دونك هادشي كيحفز الدماغ ديالك، كيبغي ديك النشوه، حيت راه بحال شديتي كارو وكميتيه. كيبغيك انك تبقى يعطيك داك التخيلات كذا باش تمشي تزيد فيديو اخر ودير ديك العاده، وهنا كتولي دخلتي في مرحله الادمان وغادي طق 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 طق. حاجه اخرى الدراري ولا ولينا كنلاحظوا مؤخرا واحد الحاجه اخرى اللي كنشربوها حنا يوميا، ولكن هي في الحقيقه راه مضره للجسم ديالنا. شنو هي؟ واللي هي الماء. كما ولينا كنلاحظوا مؤخرا ولاو الصفايات ديال الماء ولا الى اخره والى اخره والى اخره. دونك حاول انك ما تبقاش تشرب الماء ديال الروبيني. حيت انا شخصيا كانت عندي واحد الصفايه ديال الماء اللي كنت شريتها ب 16000 فيها 2 ريوس، راه معروفه 2 قراعي. شنو فاش كديرها في الروبيني ديال الماء اللي كتشرب منه، الروبيني العادي اللي في الكوزينه، فتيق بيا ديك الصفايه كتولي في خلال سيمانه كحله عامره التراب. فتخيل معايا الكلوه ديالك كي غادي تكون. يعني راه مستحيل المستحيلات. راه انت كتظن انك كتاكل شي حاجه صحيه او كدير شي حاجه صحيه، ولكن لا. دونك الدراري كنصحكم ما امكن انكم توليو تجيبوا الماء من البير. غنرجعوا للبدايات، ولاو تجيبوا الماء من البير. واخا الماء ديال البير ديال الله سبحانه وتعالى ما يمكنش يضرك، ولكن حتى هو بعض المرات يكونوا فيه شي جرثومات الى اخره. دونك الا كانوا عندك الفلوس حاول تشري ديك الصفايه اللي تيكونوا فيها 3 القراعي دايره 2000 درهم. اللهم 2000 درهم ولا الصحه ديالك. العاده الاخرى واللي هي الكارو. تخيل معايا انك كتجلس في قهوه. انا كنشوف بزاف ديال الناس كتجلس في قهوه كتكمي باكيه ديال الكارو، زيد عليها نص قهوه وحليب، وعاد شوف الصباح باش فاطر وباش غادي تتعشى. هذوك النوع صاحبي اللي كيكمي. مثلا ندويو على البنايه، الله يسهل على الجميع، ما تيكونش عندهم وقت انهم يطيبوا كذا، ولكن ولي طيب الماكله ديالك في الليل. علاش؟ حيت هما اكثر وحدين كيستهلكوا الماكله ديال الزنقه. كيكمي هذه حاجه معروفه على البنايه. كيمشي من اللي كيسالي الخدمه ديالو كيضرب واحد القهيوه مع حليب هي نص، وفي الغداء كيمشي يجيب واحد نص خبزه فيه الطون وكذا وكذا وكذا. يعني حياته كلها عباره على ماكله غير صحيه. واخا هو علاش كتلقى معظم البنايه ملي كيوصل لك 50 عام 60 عام كيشدوا شي مرض خايب؟ هذا هو السبب. تهلاو في الصحه ديالكم اصاحبي. ثيق بيا شي انك تهلا في الصحه ديالك راه واحد الحاجه اللي رخيصه اكثر من انك ما تهلاش في الصحه ديالك. علاش؟ حيت الماكله الزرقاء حنا كنا كنعرفوا انها غاليه. سير شري مثلا كاسكروط كذا فيه الكفته كذا 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 وشوف شحال غيبيعوا لك. بما انك تقدر دير ليه ريبلاس ببطاطا مسلوقه او خيزو عصير او خيزو محكوك وحاجه صحيه ورخيصه كاينه غير في الدار. موني الدار تمشيو يتقداو هاكي. يعني هذاك الشيء كيبقى الاختيار ديالك انت. وحاولوا ما امكن. راه ولاو دراري صغار اللي كنشوفوا معنا. تخيل صاحبي دري يلاه مزيود او عنده 5 سنين 3 سنين تيشدوا السرطان. راه ما يمكنش. دونك حاولوا تهلاو في الصحه ديالكم ومارسوا الرياضه.